بسم الله. النهارده هنعمل ايه برضه عشان نبقى عارفين؟ هنحل على السرعه حوالي صفحه صفحه ونص، وبعدين هراجع السرعه والعجله وادي حتتين كده في الدرس الجديد، ثم ارجع احل تاني على العجله صفحتين. فتعالى نسمي الله كده سريعا. فالراجل بيقول السؤال الاول ده سهل قوي. الازاحه كام والمسافه كام؟ هو ابتعد كام واقترب كام؟ ابتعد 20 واقترب 20. يبقى لو عندنا شجره كده هو باعد وقرب تاني. كده الاستاذه اللي بتتكلم ورا عارفه ان المسافه 40، لكن الازاحه تساوي ايه؟ صفر، لانها 20 ذهاب و20 اياب. الاياب بياخد اشاره ايه؟ سالب. ما دام الاياب خد اشاره ايه؟ يبقى الاجمالي كام؟ صفر. دي المساله الاولى. ايه جت يا بنتي؟ دول 3 و6، نازل تحت هنا كده، نازل كده 4 وراح كده كده، ده 2 وده 5. بنجمع السين مع بعض. بصوا يا جماعه، مشكلتكم اللي حصل في الامتحان اللي غلط في السؤال ده ما خدش باله ان ال3 ينفع تنجمع على ال6 لكن ما ينفعش. وفينا 5 كمان اهي معاهم، في 5 في النص اهي. دول كلهم ينفع ينجمعوا مع بعض، ال3 مع ال5 مع ال6. يبقى السينات كله كام؟ 3 و5 8 و6 14. لكن هنا 4 جنوب ناقص 2 شمال، يبقى يتفضل 2 جنوب بس. الناس بقى عكت، راح جامع ده وجامع دول وراح مضيع الدنيا، مش فالح حاول ولا. يبقى دي الازاحه الجذر التربيعي ل2 تربيع زائد 14 تربيع. لكن لو سالتني عن المسافه تساوي 3 زائد 4 زائد 5 زائد 2 زائد 6. سجل السؤالين دول وافتح لي صفحه 36. تعال نسمي الله كده ونشوف 28 حتى ايه اللي بيحصل فيه. انا بقول مين زي مين بالظبط، يعني انا احل واحد من دول بس. بقول مين زي مين؟ الله يهديك، زي 29 زيها. بيقول هنا جسم قطع ازاحه دي وبسرعه في، ثم قطع ازاحه تانية 4 دي وبسرعه 2 في. هل انا اقدر استخدم القانون بتاع في داش بيساوي في فاينل زائد في اي على 2؟ ما اقدرش. لا ليه؟ كله يكتب كده عندنا هذا القانون فوربيدن، ممنوع. ده ممنوع. ليه ممنوع؟ لان دي مش مرحله واحده. كله يكتب يا جماعه، ده ايه؟ مش مرحله واحده. امال كم مرحله؟ مرحله واحد ومرحله ايه؟ واول ما بلاقي مرحلتين بطبق في القانون ده. قول لي بقى مين ينفع ومين ما ينفعش؟ ها، اللي ينفع مين؟ يا جماعه في داش بتساوي ايه؟ سيجما دي على سيجما تي، يعني اجمالي الازاحه على اجمالي الزمن. لكن هل ده ينفع؟ لا. قلنا لا عليه كذا مره. ده بيستخدم في حاله ايه؟ مرحله واحده. ده ما ينفعش. توكلنا على الله. السرعه بتساوي الازاحه على الزمن الاولاني. السرعه بتساوي الازاحه على الزمن الثاني. طب مليني كده، تي 1 بيساوي ايه؟ قال لي دي على في. طب تي 2 بيساوي ايه؟ ال4 دي على 2 في. يبقى 2 دي على في. استاذ محمد انت كاتب فوق ايه؟ مجموع الزمنين. فبكتب له كده مجموع الزمنين يساوي الزمن الاولاني زائد الزمن الثاني، يطلع 3 دي على في. الشطار دايما يقولوا ما دام مرحلتين يبقى اجمالي ايه على اجمالي ايه؟
طب وانت قاطع هنا كام؟ دي. وقاطع هنا كام؟ 4 دي. يبقى البسط بتاعك كام؟ 5 دي. اجمالي الزمن كام؟ 3 دي على في. بيقولوا في الرياضة مقام المقام ايه؟ على كام؟ يبقى الدي تروح مع، هيطلع الناتج النهائي 5 على 3 في. وهنا ايضا 5 على 3 في. ما انا قايل السؤال كام شبه السؤال كام؟ 8. الازاحه كلها كام؟ لما حد معبرني كام كيلو؟ على ملكم يا جماعه فكروا كده. انا قلت ايه الرقم 30؟ كام الازاحه كلها؟ في مذكرتها. ما عجزتهاش ليه؟ المرحله الاولى قطع 240 كيلو. اللهم صل على النبي. بسرعه كام؟ 75 كيلو على الساعه. وركن. مين فاهم يعني ركن؟ ركن يعني وقف. هل عندي زمن المرحله الاولى؟ لكن عندي الزمن اللي ركن فيه انتظر شويه 6 من 10 ساعه. اهو طور هيك في عنبر 7. الازاحه اللي فاضله بقى، هو قطع ده كام؟ 240. يبقى اللي فاضل ده كله 80 كيلو بسرعه 100. هو فرحان بصدى الصوت يا عيني. ما هوش عارف ايه اللي مستخبيه من الايام الطويله. ده لو عارف مش هيطلع اصلا من بطن امه تاني. كده عندنا كام زمن يا اولاد؟ زمنين. قول معايا: زمن المرحله الاولى، وزمن الانتظار، وزمن المرحله الثالثه او الثانيه اللي انت عايزه. كده كام زمن؟ كالعاده اي زمن بيساوي المسافه على السرعه. الزمن الثالث، مين اللي بيقول لك مش بيتحرك ده؟ ماله؟ ايه؟ جاي عايز ايه؟ لا مش بعد الحصه طالع له اهو. عايز اعرف ايه بيقول لك مش بيتحرك دي. حضر لي عندك اي غير العصايه الكبير. الاذاعه كلها كام؟ 320 كيلو على الزمن كله لما تجمع 3 و2 زائد 6 من 10 زائد 8 من 10. هو احنا هنسرح لهم كمان بالفلوس اللي بتضيع منهم؟ ده مصيبه ايه اللي احنا فيها دي؟ ما اجيب له قصريه كمان بالمره. يطلع 59 57%. سجل. نيجي للمطلوب الاول. صلى على النبي. بيسالني في المطلوب الاول السرعه العدديه. خدته في الاحياء ان الكائنات التي لا تستطيع ان تتكيف مع البيئه تنقرض. سهله اهي، سهله. ايوه. وحد الله. الانقراض هنا المقصود به للاسف الشديد انقراض القيم الساميه. نرجع لموضوعنا. تعال نشوف. لو سالتك عن المسافه هتقول لي 2 دي. اسمع. طب ليه يا استاذ محمد قلت المسافه المره دي بقى؟ يا ابني بقول لك عدديه. بالظبط. دي رايح ودي ايه؟ لو سالتني عن اجمالي الزمن هقول لك لازم اجيب الزمن ذهاب والزمن عوده. الله. طب الزمن ذهاب بيساوي ايه؟ طبقا للمثلث الجميل ده، الزمن الاولاني بيساوي المسافه على السرعه اللي هي ب5. يبقى ده دي على 5. طب الزمن بتاع العوده اهو. الزمن بتاع مين يا اولاد؟ نفس المثلث ولكن السرعه مختلفه. دي برضو بس على 3. يا سلام. امبارح بقول لهم اجمعوا دي على 5 زائد دي على 3، قال لك دي على 8 وما تناقشنيش. طبعا هي غلط. وحد الله الاول ثم وحد المقام. على ملوك يا جماعه. 15 على 5. كلكم بقيتوا دكاتره دلوقتي.
قول يلا. هيبقى 3 في هنضرب الاتنين في بعض، هيبقى 3 في 5 في 15، وهيبقى 5 دي هم احنا عايزين نفهم معاك. 3 دي سالب. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده، خلاص يا جدعان هو بيجاوب صح بس اسكت بقى. حاول اللي انت قلته بس بطريقه مدرس. هو وحد المقام عن طريق ضرب دول في بعض طلع 15. قولوا حلوين. 15 على 5 فيها الكام؟ 3 في دي جمله مفيده. 15 على 3 فيه 5. 5 في دي يبقى 5 دي. الواد ما بيجمعش. الواد منصور ما بيجمعش. تبقى 8 دي على 15. اسمع، 8 دي على ايه؟ 15. بس كده. وراحت ايه بقى؟ معيطه. وراحت ايه يا اولاد؟ قول وراي. في داش العدديه. اسمع، في داش ايه؟ سيجما مين على سيجما مين؟ اهي. قولوا يا جماعه، سيجما دي على سيجما تي. بس دي المره دي مسافه ولا ازاحه؟ لان الازاحه بكام؟ صفر. ربنا يبعد عننا الاصفار. المهم، دي رايح ودي جاي، يبقوا كام دي؟ هي مكتوبه هنا اهي. الزمن كام؟ 8 دي على، تيجي طالعه فوق، المفروض على 15 تيجي طالعه فوق كده. قول الدي راح مع الدي يطلع 7، يطلع 3 75. يطلع كام يا اولاد؟ البنوته اللي قاعده ورا كانت بتقول لي عايزه اناقشك في حاجه. مش قلت لي انا عايزك يا مستر وكده؟ ليه ما عملناش ليه؟ لان احنا بنقول احنا عايزين نجيب الافكار بتاعت كله، ما ننزلهاش مرتين، ننزلها مره ايه؟ واحده. لان خلاص الامتحان بتاع الشهر عدى اصلا. فحضرتك معاكي امتحانات، فاضل لك بس الملخص اللي انت بتقول عليه ده. خلاص، الفكره والشرح بتاعها. انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ طيب، حد عايز يصور حاجه؟ على مالك يا حبيبي. اكتب عندك في كراستك بقى ملخص مين ومين. صلى على النبي. او دمياطي. قال لي، قلت له، قال. صلى على النبي. الاستاذ بيقول هيراجع السرعه في كلمتين. بص يا انسه جواهر، بص يا استاذ فتحي. استاذ فتحي، قول معايا السرعه المنتظمه. اسمع، علوا الصوت. السرعه ليه؟ لها قانون واحد. اسمع، مدام فتحيه اهو. في بيساوي دي على تي. اسمع، مسافه، ازاحه، المهم ما ترجعش. المهم ايه؟ لان لو رجعت هنطرح. اخر حاجه قلتها ايه؟ اسكت يلا. الحب الحب، البوس البوس، بلوبيف بلوبيف. يا راجل قول معانا. دي بتساوي في تي. اسمعها، دي بتساوي، ودي لها 3 حالات. لها كام حاله؟ اتفضح على الفضائيات، في تصوير شغال. قول معايا، دي على تي. اسمع، دي على، الله يا استاذنا والله. دي بيعبر عن ايه يا استاذه؟ بيعبر احنا عندنا شجره حلوه كده، ايوه، فيديو، وشخص بيبعد عنها. يا ترى بعد كتير؟ لسه هنشوف. بعد كام متر في كام ثانيه؟ بعد 20 متر في ظرف ثانيتين. قول كده الازاحه بتساوي المسافه. عشان ما رجعش، عشان ايه يا اولاد؟ لما يتنيل عينها ويرجع. ادي الازاحه والزمن، هي راجعه. ادي كده راجعه. كده المسافه 20، لكن الازاحه سالب 20. يا استاذ محمد بالله عليك بقى ما تقعدش بقى كده، هو هتفرهدنا معاك. يعني انت قصدك هنا المسافه لا تساوي الازاحه؟ لا. ليه يا عم؟ عشان راجعه. ايه دليل كلامك؟ قال لي في المره اللي فوق المسافه تساوي الازاحه، وكل منهم كم. دليل كلامك فين بقى؟ انا مش مستوعب انت قصدك ايه. قصدي انك لما تبعد 20 وترجع 20 يبقى ازاحتك صفر، لكن مسافتك 40، لانك ذهاب 20 عوده 20.
اللي فاهمني، اللي فاهمني ما وصلتش لسه. نبي ايفون 11 اللي معاك ده ركز هنا، هزه عشان يشتغل. يلا يا جماعه تاني، ابتعد كام متر يا عالي؟ ابتعد كام؟ 20. اقترب كام؟ يبقى الازاحه كام؟ صفر بالظبط كده. اما المسافه 40. فاهمين؟ ماشي. بصوا قدامك، قولوا وراي. العجله تنتسب من سلاله السرعه المتغيره. زي انت كده ابوك يبص في وشك ويبص لصورته هو يقول لك نفس السلاله. واخد بالك ازاي؟ ما شابه اباه ما ايه. معادلات الحركه بعجله منتظمه. اسمع، شكلك بتجرجرنا يا استاذ بعجله. بتسحب رجلين رايح للدرس الجديد. حصل. قول ورايا. لقد درسنا في السرعه المتغيره. اسمع، انه يجوز ولا يجوز. يجوز ان في داش بتساوي ايه، وبتساوي ايه كمان لو كانت مرحله ايه. تربيه يرفعوا ايديهم يلا. ينفع كام قانون؟ قولهم للصبيان بس كفايه. في داش بيساوي في فاينل زائد باي على 2 وسيجما دي على سيجما تي. البيبيز. امال امتى ينفع ده بس؟ لما يكون اكتر من ايه؟ اكثر من مرحله. اكتر يا جماعه رد عليا. ودي اهم المعلومات اللي خدناها فين قبل كده. عنوان الدرس الجديد اسمه ايه؟ عنوان الدرس الجديد اسمه ايه؟ اخر حاجه خدناها قبل الامتحان كانت مين؟ كانت العجله. ايه تعريف العجله يا حبايبي؟ والله الراجل ده ممتاز والله. والله المجموعه اللي فاتت كانت هتشلني. ايه العجله؟ المعدل الزمني للتغير في السرعه. نعلي الصوت كده نسخن مع بعض كده. احنا سخنا احنا شوف لنا طوره بنسكن جنبيه. قول معايا. كنت ايه وبقت ايه في قد ايه؟ اسمعها. زي دي كده. اسف. زي دي كده. زي دي كده. كنت كحيانه يا محمد. كنت كحيانه مصطفى. وبقيت كام؟ 50. في قد ايه؟ في 5. زي حالتك دلوقتي كده وانت مع اصحابك كحيانين ماشيين مع بعض، لكن ساعة ما واحد ربنا يفتح عليه بتلاقيه راح اول حاجة راح مطلق صحابه. يقول لك انا بقوش من مستواي. اهي بقيت راجل ملياردير. قول وراي. كنت ايه وبقيت ايه في قد ايه؟ اسمع. كنت ايه؟ كحيان. كنت صفر. العربية بادئة من السكون كده. ايه دي بقى؟ يا نهار ازرق. عجله. دي يا اولاد، دي يا اولاد موجب ولا سالب؟ عشان السرعه انت مش مظبوط ولا؟ بص اهو، ركز اهو. قول معايا. ايه بيساوي في فاينل ناقص في اي على تي؟ اسمع. لابس ازرق ولد. فين يا استاذ معادلات الزفت اللي انت جايبها لنا؟ قول وراي. المعادله الاولى في فاينل في اي زائد اي تي. جت منين دي؟ غششني كده، غششني. ايه بتساوي مين؟ لا كتر خيركم والله يا جماعه، انا كنت قلتها لنفسي كان احسن. ايه بيساوي يا اولاد؟ قول وراي. طرفين وسطين. يبقى في فاينل ناقص في اي بتساوي اي تي. الجماعه اللي هم ساطين ابتدائي بقى، 8 ناقص 2 يساوي كام؟ يبقى 8 بيساوي 6 زائد ولا ناقص؟
يبقى السالب دي بتاعت مين؟ بتاعت الاثنين. بتاعت مين يا اولاد؟ عشان في خناقه دبت من يومين كده بسبب الموضوع ده. يبقى السالب بتاعت مين؟ اثنين. ايوه اللي هي بتاعت الاثنين. اللي هي مين هنا يعني؟ يبقى تروح اليمه ليه؟ بص هنا على السبوره. قول معايا سالب في اي راحت باشاره مخالفه. اسمع. في فاينل بيساوي في اي زائد اي تي. اللي فاهم؟ ماشي. هنستنتج المعادله الكاميه كمان الثانيه. يلا اكتب عندك. اثبت جبريا صحه المعادله الثانيه. احنا لسه ثابتين المعادله الكام؟ الاولى. هنثبت الكام دلوقتي؟ طب سجلت الاول كل اللي فات ده. امتى القانون ده ينفع؟ بس ده سر ما كنتش ناوي اقوله لك يعني، بس يلا مش هيغلى عليك. لما تلاقي مثلا كان هنا دي وسرعته في، سرعته في، وبعدين اصبحت 2 دي واصبحت 2 في، هينفع ده. لان ده تضاعف وده تضاعف. لكن عارفه ده لو ده تضاعف وده بقى 3 مش هينفع القانون ده. اظن فهمتك خالص. هسألك بقى، لو ده اسمعي 20 متر وده 60، كده المسافه زادت كم مره؟ 3 مرات. طب لو السرعه دي 10 وبقت السرعه دي 40، هل ده ينفع؟ مش هينفع. لان السرعه اتضاعفت 4 مرات لكن هنا اتضاعفت 3 مرات، مش هينفع. لكن عارفه لو ده 30 كان ينفع ده برضه. اظن كلام واضح. رديت على كل تفكيرك اللي بيدور في ذهنك. ينفع العكس عادي، بس نص ده كده، ربع ده. مين خد باله وانا برد على زميلتكم؟ نرجع لموضوعنا تاني بقى. يلا المعادله الكام يا ولاد؟ الثانيه. سيب الكتاب عشان في اغاني هنا. كتاب الاغاني الاصفهاني. في داش بيساوي يا ولاد في فاينل زائد في اي على 2. وايه كمان؟ الازاحه الكليه على استاذه اللبس اخضر وبتشوف اسمها نزل في الكشف ولا لسه. بص هنا. قول معايا طرفين في وسطين. اسمع. لا مش هينفع الكلام ده، عايزين نغنيها. قول من الاول يلا. في داش بيساوي دي على تي. طرفين وسطين. دي بيساوي في داش في تي. فك في داش ما تفكش تي. يلا من الاول تاني عشان الناظر. يلا ولاد. من الاول تاني ابو جلخه. يلا في داش بيساوي دي على تي. طرفين وسطين. دي بيساوي في داش في تي. فك في داش ما تفكش تي. طب نزل تي والنبي تي. طب اضرب تي. دي اسمها الخطة. اسمها يا جماعة عاملين خطة للإثبات. الإثبات ده ليه 3 طرق. أبعاد، والأبعاد لا تكفي لإثبات الصحة. جبري وده احنا شغالين فيه دلوقتي. وبياني وده الحصة القادمة. قول يلا بقى. المعادلة التانية دي بصحتها بكام طريقة؟ قول ها. ولا يكفي الأبعاد. جبري شغال اهو. بياني. ادوس؟ يلا دوس. حكم ان انت عربجي في ماده الايه؟ الفيزياء. في فاينل بتساوي ايه؟ الهي تنسعدي. احضر فرحك في سمرمو. في قاعة صفصفة. في اي زائد اي تي زائد في اي على 2. كمل الغنوة يلا. في اي وفي اي 2 في اي. يا سلام. ايها الشنقيط. الشنقيط يقول لك نختصر 2 مع 2. ينفع؟ لا. ما ينفعش. لازم ناخد 2 في البسط عامل ايه؟
ازاي يعني؟ الاخت اللي ساقطه في الرياضه 2 ص زائد س على 2 ينفع تختصر؟ اه. ازاي بقى؟ نيجي في البسط وناخد 2 عامل ايه؟ يتفضل ص زائد نص على 2 تقوم الاتنين تروح مع ساقطين ابتدائي. نعيد تاني يلا يا جماعه تاني. تكونش شوكولاته يا شيخ محمود. قول معايا 2 ص زائد س اسمع على كام؟ على الاثنين هناخده هناخده الاثنين عامل ايه؟ مشترك هيتبقى صوت زائد نص. انت مش مصدقني صح؟ مش اضرب تاني قبل الاختصار كده. اضرب 2 في ص ب2 ص 2 في نص يدي 1. قول اه. يا نهار ازرق على ضايعين على النعمه ضايعين هنا بقى. قول ورايا. انتوا عايزين كورس رياضه وكورس انجليزي وكورس فرنساوي وبعدين تخشوا ايه؟ على الدراسه بقى. لما ناخد ده عامل مشترك اتفضل ايه؟ في اي زائد مين؟ ساعتها مين يروح مع مين؟ اضرب بس يالا. تي في اي تي في اي يبقى في اي تي. تي في نص اي تي نص اي تي تربيع. وهو المطلوب ايه؟ هنعيد تاني. راس دي ولا بصله حمراء؟ يلا من الاول تاني. يلا من الاول. ظبطت. يلا في داش بيساوي دي على تي. طرفين وسط. طب طرفين. دي بيساوي في داش في تي. فك في داش ما تفكش تي. فك في داش ما تفكش تي. في فاينل بتساوي ايه؟ في اي وفي اي 2 في اي. هناخده 2 عامل ايه؟ يتفضل مين جوه؟ الاثنين تروح مع اضرب يبقى في اي تي نص اي تي تربيع. في حالة العجلة المنتظمة فإن أنا كاتب إيه على السبورة؟ اقرا. في حالة إيه؟ العجلة المنتظمة في خط إيه؟ مستقيم. ركز معايا لأن الكلام ده يساوي امتحان آخر السنة. لو حد ادالك علاقة بين إزاحة وزمن هل دي عجلة؟ لا يا جماعة والله ما هينفع كده. بقول اداك إزاحة وزمن هل دي عجلة؟ لا. طب هل ده عجلة؟ برضه لا. طب هل ده عجلة؟ يا عم ده الجسم ساكن. طب هل دي عجلة؟ عجلة موجبة. طب هل دي عجلة؟ بس عجلة ايه؟ سالبة. مش عايز اطلع على الغاية الاقي حاجات متأخرة وانتوا اتنين قاعدين اهون وما عملتوش. والله يا جماعة انا هعمل كشف دلوقتي. همسك التيم ورك اراجعه كله اشوف ايه متأخر واحنا قاعدين ما عملناهوش. قول معايا. سرعة وزمن يدي عجلة. اسمع. سرعة وزمن يدي هنا. بس هنا ايه؟ انت لسه قايل الحركة في خط ايه؟ ده معناه ان مين يساوي مين؟ زود دي كمان بقى. يساوي مساحة الشكل. مساحة ايه؟ الشكل هنا ايه؟ مثلث. طب والشكل هنا ايه؟ مثلث برضه. إذا معنى كده الإزاحة تساوي المسافة. الإزاحة تساوي المسافة. بالظبط كده. مش أول واحدة.
مش اول واحده خالص. قول ورايا يلا بقى. الازاحه تساوي المساحه. اسمع، في اي حاله ولا في الحاله دي بس؟ الحاله دي بس. قول معايا بقى يلا. لما الشكل نفهم منه ان دي عجله. اسمع، مين هو مين هو مين؟ الازاحه هي المسافه هي المساحه. اسمع، طب هات يلا المساحه هنا. نص القاعده في الارتفاع. برضه نص القاعده في الارتفاع. اشطر واحد بقى اللي هيحسب لي الازاحه. اشطر واحد اللي هيرسم لي هنا الازاحه. الازاحه ولا المسافه ولا الازاحه ولا الازاحه؟ يلا حبايبي، يلا يا مهاميزو. اهم حاجه طبعا نظف الجزمه وشد الرباط وتولع الحص. يا عم ركز هنا انا لما اجي لك. الواد ابو جل في شعره. والله العظيم. بص بقى، يلا يا جماعه اوجد الازاحه يعني في الشكل ده. ده لازم يصير بس خلاص والله لسه زي خالص. هم؟ بس انك تخلص والله من بدري. عايزك بس. والله ما راحتش بكتاب تانية ثانوي ليه؟ ما راحتش بكتاب تانية ثانوي ليه؟ ها؟ مين هو مين عشان الحركه في خط مستقيم؟ قول انت بقى عشان انا بحبك عشان راجل محترم. عندنا ايه وايه 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 هنا؟ قطعهم كده. مثلث ومستطيل. اكيد في واحد متخلف هيقول لي حاجه. هيقول لي ايه؟ طب ما انا اجيب الشبه منحرف. حلو. هل الحته دي قد الحته دي؟ هي مش هينفع. بالظبط، جيب دي لوحدها ودي لوحدها. لو كان في تماثل كنا اشتغلنا. حاجه اسمها القاعده المتوسطه في الارتفاع. انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ بس. برافو عليكم. يبقى مساحه مين الاول؟ زائد مين؟ يا رب يقول ربنا يسترها وياه. المثلث مساحته بتساوي ايه؟ نص القاعده في الارتفاع. طب والمستطيل؟ من 2 لحد 12 كام؟ نص. من 2 ل 12 كام؟ الارتفاع كام؟ من 12 لحد 20 كام؟ في نص. نص في 8 في 10. مين فهم؟ فهمتوا يعني؟ يا جماعه بامانه الله فهمتم؟ القديم والجديد؟ ما تقولوش عليه القديم والجديد. ايوه. افتح صفحه 41. يا نهار اسود عليك. صفحه واحد هناخد بالدور 5 من هنا و5 من هنا. يلا اهو. ممتاز. اول سؤال في فاينل بيقول في اي زائد اي تي. بادئ الحركه منين يا اولاد؟ يا فاي بكام؟ يبقى ساعتها مين بيساوي مين؟ سجل عندك يلا. الراجل ده جاوب اجابه نموذجيه. جاوب بقى. احنا عايزين دلتا في. الايه بكام عندك؟ العجله بكام؟ ب4 والزمن يطلع الناتج كام؟ السؤال الثالث اكتب عليه امتحان توقعات محمد عربي.
بالظبط كده. عند كلمة سرعة منتظمة، عند كلمة سرعة ايه؟ واكتب العجلة تساوي صفر. الحاجات دي كانت واجب من حوالي، بتقول ايه؟ ثابتة. ايه العجلة تكون منتظمة دي؟ طب انت حاسبي، بتقولي ايه؟ انت صلي على النبي، اسمع اختك. الموقف ده يا جماعه مش هيتكرر كل 20 سنه مره. هي عايزه تسالني تقول لي لما تكون العجله بصفر تبقى السرعه ايه؟ فانا جاوبتك على اللي انا فاهمه منك، مش على اللي انت نطقت بيه. مش ده حصل بذمتك؟ اي ضحك ده. ما دي بقى ما يحصلش غير بعد سنين تدريس دي. هي قصدها تسالني تقول لي العجله بصفر يبقى السرعه ايه؟ ايه؟ السرعه منتظمه. لكن لو السرعه بتزيد تبقى العجله منتظمه موجبه، ولو السرعه بتقل تبقى منتظمه سالبه. انت سؤالك كان غلط وانا عدلته لك. بتقولي لما تبقى منتظمه يبقى السرعه ايه؟ ما في سؤال كده اصلا. مين فاهمني يرفع ايده؟ يبقى انا فاهمها اهو. اقول تاني ولا لا؟ هي قصدها ايه بالسؤال؟ لما يبقى العجله صفر يبقى السرعه ايه؟ تبقى السرعه ثابته. تبقى السرعه لا بتزيد ولا ايه؟ خلاص يا بنتي. الحمد لله، الحمد لله على فضله ونعمه. السؤال الرابع. كنت كحيان، كنت كحيان، كنت كحيان وفاتح الباب. فاتحين الباب ليه؟ مش عارف اشتغل المكنه. وبعدين العجله بتساوي ايه؟ في فاينل ناقص في اي على تي. 50 ناقص صفر على 10 يطلع بكام؟ بخمس. السؤال خمسه تافه قوي. خمسه تافه قوي فعليا. ازاي تافه؟ يا عم ايه ده بس؟ عربيه وبتفرمل، مش عرفك ان هي بتفرمل؟ بص كويس للصور هتلاقي المسافه بتقل. من بص عنده للصور كده. لو طرحت الرقمين من بعض بستة وكام؟ لو طرحت الرقمين بتاعهم من بعضهم هيطلع 22. لو طرحت الرقمين اللي بعديهم هيطلع 20. لو طرحت اللي وراهم هيطلع تقريبا 14 حاجه زي كده، 16. واضح ان المسافه عماله ايه؟ يبقى اكتب عندك اولا العجله سالبه. العجله ايه؟ ثانيا بقى، هل عندكم طارح الحاجات دي من بعضها؟ لا. امال مديني ايه؟ مديني الازاحه 100 متر، ومديني الزمن 10 ثواني. يبقى السرعه بتساوي دي على تي، يبقى 100 على 10 ب 10. الاجابه هي ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي ليه ما اخترناش جيم؟ عشان جيم العجله موجب، وده غلط. انا لسه بص الوقت بتاعي، انا حاطط الساعه قدامي اهي. ما تشتغلنيش بقى. السؤال السؤال 6. السؤال 6 بيقول ايه؟ كل مره الطشك كده اهو. بات مذاكرتك معاك يا اخي. 6 سهله قوي. باي بصفر، العجله بواحد، الصوت في داش بواحد. عايز الزمن. نعيد تاني، نعيد تاني. بص كويس يا جماعه كده. لما يبقى عندي سرعه متوسطه يبقى ده قانون، وعجله يبقى ده قانون تاني. الشطار هيصبروا معايا الخمس دقايق دول. في داش بتساوي ايه؟ في فاينل زائد في اي على 2. في داش بكام عندكم؟ بواحد. الابتدائيه بكام؟ صفر. يطلع النهائيه باتنين. الشطار برضو اللي مشغولين عني النهارده خالص
العجله بتساوي في فاينل ناقص في اي على تي، وانا علمتكم المثلث ازاي تشتغلوا بيه. هاتوا لي تي كده في جنب، هاتوا تي في جنب. في فاينل ناقص في اي على ايه؟ النهائيه بكام؟ باتنين. استعد يا غاية عشان هنبص على اللي كتب واللي ما كتبش. العجله بواحد، يطلع الزمن باتنين. سؤال 7 و8 و9 و10. لا، هشرحهم مسافة دقيقة مع بعض. اكتب عندك كده ملحوظة امتحانات، ملحوظة امتحانات، ما اقدرش اسيبكم. استعد يا غاية عشان اللي مش كاتب مش مروح. لو واحد قال لك السيارة تسير شرق، اعتبرنا السرعة كده ايه؟ موجب، والعجلة موجب، يبقى انت كده بتدوس ايه؟ بنزين. طب السيارة تعود للخلف، يبقى السرعة سالب، وبتدوس بنزين، مفيش فرملة، يبقى العجلة أيضا إيه؟ يبقى أنت برضه بتدوس إيه؟ أمال لو أنت سايق العربية ورحت ضارب فرامل، الفرامل اتجاهه إيه؟ غرب، العربية بتزحف لقدام، يبقى كده السرعة موجب، لكن العجلة سالب. إيه الدليل؟ الفرامل بتكلبش الإيه؟ العربية، هي بتشدها لورا، ورا يعني غرب، لان العربيه بتزحف لفين؟ شرق. طب افرض العربيه راجعه لورا، العربيه راجعه لورا يعني السرعه بالسالب، سرعه بايه؟ طب وبعدين شفت عيل ورا العربيه، ها هتضرب ايه؟ العربيه ماشيه لورا يعني غرب، وانت ضربت فرمله يبقى شرق، يبقى معنى كده العجله موجب، العكس على طول. في المرتين ضربت ايه؟ يا عم رد عليا، سواء كنت طالع قدام ضربت ايه؟ فرمله، راجع لورا ضربت ايه؟ اذا معنى كده في الحالتين السرعه بتنقص. السرعه يا جماعه رد عليا، لكن فوق السرعه ايه؟ بتزيد. والله ربنا يعلم انا شرحتها بسرعه ازاي اهو. يلا قول ورايا بقى. استاذ محمد ملخص اللي قاله في غنوه، ملخص اللي قاله في ايه؟ قول ورايا. علاقه العجله بالسرعه، اسمع. موجب موجب سالب سالب زود سرعة، اسمع تاني. موجب موجب سالب سالب زود سرعة. واحدة بتبربش كده، بتبربش. بقولها تاني، لو العربية ماشية لقدام وانت دايس بنزين يبقى كده السرعة ايه؟ بتزيد. العربية بترجع لورا وانت دايس بنزين برضه يبقى السرعة برضه بتزيد، بس العكس. هنا بقى شفت حاجه قدامك مره واحده، هتيجي ضارب ايه؟ فرامل، يبقى لورا، الفرامل بيمسك العربيه لورا وانت بتمشي لفين؟ لقدام، يبقى كده السرعه بتقل. قولها بقى. موجب سالب سالب موجب نقص سرعه، اسمع. موجب سالب سالب موجب نقص سرعه. تعال نحل كده، هتلاقي نفسك مكنه بتحل. ايه السؤال 7 كده؟ اسكتي، اقرا السؤال 7، اقرا. دماغك خساره في البلد. يتحرك جسم شمالا والعجله شمالا. طب ما دام ده شمالا وشمالا يبقى السرعه ايه؟ وما دام بتزيد يبقى النهائيه اكبر من الابتدائيه. الاجابه بايه؟ جاوبي 8 بقى. عربيه ماشيه شرق والعجله شرق، يبقى العجله موجبه لان السرعه بتزيد. جاوب اللي وراها. عجله عكس السرعه، اهي عجله عكس السرعه، اهي عجله عكس السرعه، يبقى السرعه ايه؟ بتقل. اللي فهمني السرعه بايه يا اولاد؟ السؤال 10. السرعه سالبه والعجله سالبه، السرعه سالبه والعجله سالبه، يبقى السرعه بتزيد بس راجعه لفين؟ لورا. السؤال 11 اجابته ج، السؤال 12 اجابته ب.
ونكتفي بهذا القدر. الواجب بتاعنا اهو 92 و93 ما عدا رقم 8. بص على اللي كتبه واحدة واحدة، يلا طلع كده كشكولك وريني.